السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله جايه لكم فيديو جديد ويوم جديد. قبل ما أعمل أي حاجة معاكم برحب بعيلتي الجميلة واللي هم بيحبوني وأنا بحبهم، وجودكم دايما على راسي ومشرفين. النهاردة هنعمل صينية بدنجان، حاجة كده جميلة 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 واقتصادية جدا 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 جدا. أنا عايزة أقول لكم إنها جميلة جدا وخطيرة وطعمها وموفرة، يعني تنفع أول الشهر، نص الشهر، آخر الشهر. عايزة أوريكم بس اللقمة عاملة إزاي. بصوا عاملة إزاي في منتهى الجمال. بصوا شايفين حاجة كده خرافة 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 أهي، حاجة خرافة. بصوا جميلة ازاي، ما شاء الله جميل. هنشوف بقى، اهم حاجة ما تنسوش باللايك والاشتراك ولا دوس على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وصلوا على النبي كتير كده في التعليقات. يلا بينا نشوف الوصفة، يلا بينا. اهو بصوا بقى معايا الوصفة دي بقى فيها 3 كوسات و5 حبات طماطم وبصلاية متوسطة وبدنجانية وقرنين فلفل بارد وقرنين فلفل حراق. وصفة اقتصادية جدا جدا، ما فيهاش اي لحوم وما فيهاش اي حاجة، وجميلة في الغلا اللي احنا فيه، وجميلة جدا واقتصادية ومشبعة، يعني جميلة جدا. دلوقتي اول حاجة هنعمل ايه؟ هنخرط الخضار وهنشوف مع بعض هنعمل ايه. اهو خرطت طماطم وخرطت الكوسة اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، وخرطت الفلفل والبصل مكعبات، كله مكعبات، والدقيق والبدنجان حطيت معلقه ملح مع نزل ميته وصفيت الميه، وهنحط معلقه دقيق عشان ما يشربش مننا زيت. الحركه دي بتبقى جميله جدا وما تشربش زيت كتير وانت بتقليه. اهو هنقلبه كده كله كويس قوي، تغلف تبقى البدنجانيه متغلفه كده بالزيت. شايفين اهو. هنبدا بقى نقلي البدنجان بتاعنا كده اهو زي ما قلت لكم، مش هيشرب زيت. بصوا شايفين عامل ازاي متغلف كله بالدقيق اهو. انا خلاص بقى اقلي البدنجان وهرجع لكم تاني. بصوا بقى، اسمعوا الصوت. بصوا، ولا شرب زيت ولا اي حاجه. اسمعي، شايفين مخرفش ازاي. احلى طريقه تقلي بيها البدنجان انك تحطي عليه رشه دقيق وتغلفيه بالدقيق. بصوا جميله دي. دلوقتي بقى هنروح نعمل ايه؟ نقلي الكوسه. نبدا بقى نقلي الكوسه بتاعتنا كده اهي. شايفين عايزاها مقليه انا اهي. انا عايزه لكم الوصفه دي جميله جدا واقتصاديه ومشبعه، يعني ولا لحوم بقى ولا بتاع اهو. تنفع بقى نص الشهر، اول الشهر، اخر الشهر. شايفين الكوسه انا حطيتها اهو. هنسيبها بقى بحقل الكوسه وهرجع لكم تاني. اهو خلاص قليت الكوسه اهو. شايفين قليتها ازاي اهو. وقليت فلفل كمان اهو 5 قرون كده. شايفين. هنشوف بقى، نحط بقى الصينيه على النار. خدت بقى معلقتين من الزيت اللي انا قليت بيه الحاجات دي. هنحط بقى البصل والفلفل بتاعنا اهو. هنبدا بقى نشوحهم مع بعض كده. شايفين انا بشوحه ازاي اهو. وهنحط حوالي 4 فصوص ثوم مفرومين اهو. هنشوح كل ده مع بعض كده. بصوا شايفين الريحه حلوه جدا، البصل مع الثوم مع الفلفل اهو. هنبدا بقى نحط الطماطم بتاعتنا متقطعه مكعبات اهي. بصوا سبت بقى كده الطماطم لما نزلت ميتها. هنحط الحاجات اللي احنا قلينا، الكوسه والبدنجان والفلفل اهو. طبعا عندك صينيه، عندك حله، طاسه، اي اللي يعجبك اعملي في اللي يعجبك. اهم حاجه هنقلب بقى كل ده في بعضه كده كويس جدا اهو. اكله جميله اهي ما شاء الله، اكله جميله جدا. هتحمري بقى بطاطس جنبها ماشي، ممكن تتاكل كده لوحدها، جميله جدا طبعا اهي. هنحط بقى بهاراتنا.
اول حاجه كده هنحط معلقه كبيره صلصه، هنحط رشه ملح، الملح حسب رغبتك انت بقى اهو. وهنحط نص معلقه كمون، هنحط معلقه بابريكا كده، ورشه فلفل اسمر. طبعا البهارات بقى انت حطي على قد اللي انت بتحطيه، يعني على قد الكميه اللي انت عاملاها. وهنقلب بقى بهاراتنا دي كلها مع بعض كده اهي شايفين. انا بقى على الصينيه دي ان شاء الله هحط عليها نص كوبايه ميه اهي، نص كوبايه ميه عشان تتسبك كله في بعض اهو شايفين اهو. حطيت كده نص كوبايه ميه، انا بحط الميه حبه بحبه واشوف انا لو عايزه محتاجه ميه هي نص كوبايه بس مش اكتر اهو. هسيبها تتسبك مع بعضها وهنشوفها مع بعض اهو. بصوا داخله بقى ايه، داخله في السوا خلاص اهي شايفين بتتسبك. هنحط في الخطوه دي هنحط معلقتين كبار خل كده، خل بيديه طعم حلو ويوديه في حته تانيه خالص اهو شايفين. هسيبها تتكمل برضه التسبيك بتاعها وارجع لكم تاني. بصوا بقى شايفين الصينيه خلصت. انا عايزه اقول لكم اقسم بالله طعمها، بصوا بقى شايفين عامله ازاي، في منتهى الجمال، خطيره روعه جميله طعمها عسل. مش عايزه اقول لكم بقى تزينوها بقى ايه ببقدونس كده، الكزبره تزينوها كده شايفين اهو كده اهي شايفين عامله ازاي، جميله جدا جدا جدا. يا رب بقى الحلقه بتاعتي النهارده تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى بالشير والاشتراك ولايك، واهم حاجه اللايك، ودوسوا على زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.